من كتر الدخان. صباح الخير. أهلين. شو محليتيها القهوة ولا مثل عادتك بتحبيها على الريحة؟ حطيت كل السكرات اللي عنا. شو قصدك؟ يعني ما عاد بقي عنا سكر؟ ولا رشة. مشان هيك تشرب قهوتك بتنزل على السوق بتجيب شوية أغراض البيت فاضي. ماشي. ماما سوزان تعي اشربي قهوتك أمي. يلا أمي جاي. شو سوزان على غير عادتها اليوم فايقة بكير. شو القصة؟ شو على غير عادتها؟ الساعة 9 صارت. يعني مين بده يجي على الصالون من على بكرة الصبح ويساوي شعراته؟ مين؟ والله ما بعرف شو في عندها حتى بدها تروح بكير. مو غريبة؟ اي لا سيدي مو غريبة. شو رأيك تشرب قهوتك مشان تلحق السوق؟ تفضل. يسلمون. ناقصني كتير مواد تجميل لإلي، رح أجيبهم من الصالون. وليش لجيبهم من الصالون؟ بشتريهم من برا وبلا ما حدا يفكرني عم بسرق مواد. من غير شي صورتي كأنها صارت سودا عند وسام. يبعت لحمها هالشهد، حاسستها عم ترسم لتخليني اترك الشغل هريبة من كتر مالها عم بتضايقني. لك من كتر مالها قوية خلت وسام يحبها. حبها برص هي وياه هالخاين لمرته. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير بابا. أمي قهوتك بردت يلا. إيه وأنا بدي إياها تبرد أمي. ليش بقى؟ لأني كتير مستعجلة. شو عندك شغل أبي؟ والله يا أبي عندي كتير شغل اليوم. بدي أروح نظف المحل قبل ما يجي صاحب المحل ويلاقيه منكوت من شغل امبارحة. افتحي أمي، امبارح كان عندكم عرس أخونا صاحب الصالون. هي عن امبارحة قديش وكان صعب. لك تخيلي أمي سوينا شعر أكثر من نص المعازيم وكله ببلاش. يعطيك العافية والله ما أخذنا ليرة. لك صاحب الصالون حر بماله يا أبي. إيه اصطفل بس مو هيك شغل اشتغلناه. صحيح أمي أنت ليش ما حضرتي العرس؟ ليش أنا فضيت؟ ما طول النهار واقفة على إجري مثل الحمارة والكل راح على الحفلة وما حدا منهم قال لي كلمة تفضلي يا أمي. الكل حمل حماله وراح وما قالوا لي تعي معنا. ودخلك؟ هي رفيقتك شهد راحت ولا كمان مثلك ما حضرت؟ شهد؟ يبعت لحمى. ما هي أول وحدة راحت تركتني بالصالون وراحت معه. يخرب بيتها هالقوية وليش ما أخذتك معها؟ لأنها مدعومة من صاحب الصالون يا بادي. ايه يا بنتي الله لا يحرم الدعم لحدا. آمين. يلا بخاطركم. الله معك أمي. مع السلامة. هاتي لشوف شو عطتك فدوى مصاري. عطتني بس 1200 ليرة. بس 1200 ليرة؟ ايه 1200 ليرة وما معها غيرهم. شو منك مصدقني؟ لك شو بدهم يكفوا هدول؟ لك هدول ما بيجيبوا شيء. أخي البنت كل شيء عم تشتغل فيه عم تعطينا إياها. أنت لو تخفف هالدخان شوي، لسه سيجارة ورا سيجارة، خفف هالدخان شوية، عم تصرف المصاري بلا طعمة وعم بتضر صحتك. هلا بلا ما تسمعينا هالاسطوانة تبعك كمان. هاتي هالمصاري هاتي. أنا شو ما قلت ما بيعجبك كلامي؟ لا ما بيعجبني، لأنه ما في غير هالسيجارة هي اللي عم فش خلقي فيها من قعدتي بهالبيت. بدك تحرميني إياها كمان؟
يا أمي في إيه؟ حاش خمخمة بقى. اشتقت لك نهود. نهود. صباح الخير. يا صباح الخيرات والليلات. شو اللي فيقك بكير يا عمري؟ ليش أنا نمت؟ كل ما أجي هيك أخفى نام في اطلع هيك عليكي ولا ما معقول؟ يعني اللي كان حلم صار حقيقة وناهد حبيبتي جنبي على التخت ونحن هيك متزوجين. ما صدقت والله العظيم ما صدقت. وأنا كمان ماني مصدقة إنه أنا هلأ جنبك تحت سقف واحد وعلى سنة الله ورسوله. طب ممكن طلب بسيط؟ بوسة كرمالي مريا. ما في. لك جوزك أنا. أما كم سنك قوم يلا. لك شو دخل أمي؟ لك جوزك بدي بوسة. ما في يا حبيبي عالسيرة إذا من هلا هيك. طيب عمري يلا هلا خلينا نقوم لأنه ماما بتكون هيك محضرت لنا الفطور لعرايسي. ماشي لاحقتك. بدي اخذ بوسه احذري شو شو؟ لو بتضطر سمع الأرض. ما في. تديني بوسه؟ ما في. لا عن جد بس بوسه وحده. هاتي ايدك يقدر مني ثاني. وشلون كان عرس لوائل؟ ماشي حاله مثله مثل غيره. ما عجبك مو هيك؟ مو زيادة. ويا حوينة المصاري اللي دفعوها حق الصالة وحق الورد والضيافة. ليش كمان الضيافة مو ظريفة؟ أما شو أكلنا لك بوزة؟ الله لا يدوقك هيك بوزة. تقولي من محل شعبي مو هيك على قد ما طعمتها بتقرب. ليش هيك عملوا؟ شو أخذن على هيك صالة؟ هيك بدهم أهل العروس. قال شو الصالة لواحد بيعرفهم ورح يهتم فيهم. ومو طاري الصالة فقيرة ومشرشحة وما عليها العين. العروس شلون لقيتي لي إياها؟ حلوة؟ لا حلوة ولا بشعة. بس مثل ما عرفت إنه وائل بيحبها مو هيك؟ شو بدنا فيهم يا سوزان؟ لا بدي أعرف لأنه وسام نفخنا فيها نفخ على مرت أخي حلوة ومتعلمة ومن عائلة ومن هالحكي هذا. ايه هي من عائلة كبيرة وما مصاري، بس أهلها وينهم؟ مسافرين وتاركينها عايشة مع خالتها لحالها تكمل دراسة، وهي خلصت دراسة من هون وحبت وائل من هون وتجوزوا وما بدها تسافر معنا. حي شلون هيك أهلها تاركينا ومسافرين؟ غريبة مو هيك شهر؟ مو هن يلي تاركينها، هي اللي ما بدها تسافر لعند أهلها، وحسب ما سمعت من وسام إنها عنيدة كتير وما بتساوي غير الدراسة، وبطلت تسافر لعند أهلها من لما حبت وائل. يعني كانت تلحق أهلها بس تخلص دراستها. ايه طبعا لو ما حبت وائل وتجوزوا بعض. ايه معها حق، شو بدها بالسفر شهد إذا لقيت شريك حياتها؟ مزبوط، شو بدها بسفرها لعند أهلها؟ فجوزها هلأ صار هو كل أهلها وحياتها كلها. أخوك راح بكير، قال عنده شغل ضروري. شغل من عند الصباح؟ خير يا طير، شو مرت أخي؟ والله هيك قال. هو أدرى بشغله. ما بيتصدق ما هيك؟ ليش على شو ما يتصدق؟ اصطفي. والله أنا هيك شفته ماله مبسوط. لا يا مرت عمو شو ماله مبسوط؟ والله يا بنتي أنا هيك شفته. لا يا مرت عمو، بعدين ابنك وبتعرفيه وقت بيكون عنده عرس مهم بضل راسه مشغول. ايه شو هالشغل الضروري بقى؟ اليوم عنده عرس كتير مهم ولجماعة كتير مهمين بالبلد، فمشغول راسه كيف بده يروح يأمن لهم الأغراض وكيف بده يخلصون على بكير مشان توقيت العرس. والله يا بنتي أنا هيك شفته. لك تسلمي لي يا مرت عمو كيف تفكري. حار حبيبي طعميني أنا شبعت. صحة وهنا. على قلبك. إن شاء الله دايمة أنا قايمة غسل. هاي خذيني معي. لا تزعلي مني يا بنتي، لما شفته ماله مبسوط فكرته زعلان منك. ولشو بده يزعل مني يا مرت عمو؟ حقك علي، أنا غلطانة ومنك السمح، مرة تانية ما بقول إنه هو زعلان منك. دايما الحمد لله أنا شبعت. ما دامك شبعتي الله يرضى عليكي ناوليني هالدواء.
على عيني مرت عمي، تفضلي. يسلموا ايديكي. مرت عمو، عم تستفادي على هالدواء؟ الحمد لله يا بنتي، الحمد لله. ان شاء الله فيه الشفاء تقبشيني. تقبري قلبي، تسلمي ان شاء الله. الهي نولك مراد قلبك يا حق. امين يا رب. الله يرضى عليكي، بدي كاسة مي. من عيوني. يا رب. اي سوزان، شلونه وسام؟ ماله مبسوط. بتراقبي لي اياه، واي شي بتحسيه ماله طبيعي دغري بتدقيلي وبتقليلي. يلا باي. بتعرف حبيبي، ناوي اجيب بنت اول شي. لا حبيبتي، جيبي لي اول شي صبي وبعدين عبي لي البيت بنات. شو شايفة عقلك متحجر، بتحب الصبيان؟ لك لا يا عمري، مو هيك القصة. نيكا شو القصة؟ حبيبتي خلص مثل ما قلت لك، جيبي لي صبي وبعدين عبي لي البيت كله بنات. إيه لا بقى، بدك تفهمني شو القصة؟ ليش بدك الصبي أول شي؟ حبيبتي انت جيبي الصبي اول شي بعدين بنحكي بهالقصة. في شغلة معينة براسي وما بتزبط الا ليجي الصبي. وشو هو يلي ببالك؟ حبيبتي ماما بتحب الصبيان. يعني أمك اللي عقلها متحجر وبتحب الصبيان؟ لك لا يا حبيبتي، مو هيك القصة. حبيبتي ماما نادرة ندر انه انا او اخي وسام اي واحد بيجيب ولد قبل الثاني كل الاملاك رح تروح لاسم هذا الولد. انت شو عم تقول؟ مثل ما سمعتي. بقى لهيك انا بدي الصبي اول شي، بعدين جيبي 25 بنت مو فارقة معي. وأمك ليش لا تندر هيك نذر؟ يعني يمكن ما يصير. شو ما يصير؟ اوعك ها؟ لا ترعبيني. اوعك تكوني مثل غادة ما بتجيبي اولاد. ليش مرت أخوك غادة ما بتجيب أولاد؟ والله هي ما بعرف اذا هي ولا اخي وسام اللي ما بيجيب اولاد. ما بعرف، هي الامور كلها بيد الله. طب ما راحوا لعند دكتور، ما عملوا تحاليل، ما عرفوا من مين السبب؟ بلا، ما خلوا دكتور بالبلد يصعب عليهم، عملوا تحاليل وعملوا كل شيء ما بين شو السبب. كل العالم بتقول لهم انه ما معكم شيء. ابصر. يا حرام يا غادة، زعلتني عليها. يا ريتك ما حكيت لي عنها شيء. مو انتي بدك تعرفي شو القصة؟ هي كل القصة. طيب أخوك مو زعلان إنه ما إجا أولاد؟ بلا، المسكين متضايق كتير، بس ما بيقدر يعمل شيء وعم يكابر على جرحه. بتعرفي ليش؟ ليش؟
لأنه هو بيحبها كتير لغادة، ما بيحب يزعلها. بحبها؟ ايه بيحبها كتير وبيشفق عليها كتير. إيه بس الحب شي والشفقة شي تاني. ايه طبعا أكيد، بس كمان هي مو بإيدها حبيبتي، هذا كله بإيد رب العالمين. لا اعتراض على حكم الله، بس يعني عن جد زعلتني عليها لغادة. هلا أنا ما بدي إياكي تزعلي وتقلبي لي إياها فيلم هندي، اتركيهم بحالهم، المهم نحن نجيب الصبي ونكوش على كل شي. هلا أمك قديش معها مصاري؟ كتير. يعني كل شي؟ كل شي. هلا نحن مو لازم نجيب ولد. طب ليش هالرد والأخذ وهالحكي وهالحديث؟ تعالي لك عاوزة بكلمة. شو؟ تعالي. انت شلون اليوم تطلعي على المدرسة وما بشوفك؟ كنتي نايمة مرت خالو؟ ليه ما فيقتيني لبسك؟ الله يخلي لي ستي، هي لبستني وفطرتني وعطتني 100 ليرة. ان شاء الله بتقبري قلبي، تعي اعطيني بوسه. تقبريني. يلا يا روحي قومي بدلي ثيابك لأنه أنا بدي أحط الغدا. ايه والله، ولأنه أنا كمان جوعانة كتير. يوبشني الجوعان أنا. بس خالو يا عيونا أنا بحبك كتير. لك أنا بموت فيكي. قديش بتحبك هالبنت؟ والله أنا بموت فيها. بتعرفي يا علي ما شافت امها مثل العالم والناس، اللي على قامتي الله يرحمها تركتنا وراحت فجأة. اي والله الله يرحمها، بس اللي خلف ما مات. بنت صبي مو مشكلة، مهم جيب منك ولد يا وائل. بس حماتي بدها صبي بشان الورثة. يا ربي والله الشغلة مو بإيدي، رح خليها على الله والله كريم، يلي بيجي منه يا محلاه. سوزان روحي جيبي لنا غدا. شو بدك تتغدي؟ مثل العادة، يا سندويش يا أما فطاير. روحي اسألي بده يتغدى معنا؟ ما بده يتغدى، يلا تحركي أنا جايت. وانت شو عرفك هو قال لك؟ بده يروح على بيته ويتغدى مع أهله. هو قال لك؟ ايه هو قال لي. شو صاير لك نازلة فيني أسئلة؟ يلا تحركي أنا متت من جوعي. يلا رايحة. حبيبي شو بك اليوم مو على بعضك؟ والله مالي طايق اقعد بالبيت يا شهد. مشان هيك اجيت بكير على الصالون؟ مشان هيك هربت من البيت قريبة. صاير شي بينك وبين مرتك؟ لا مو صاير شي، بس انا ضايق خلقي وعم بتخانق مع حالي على شي ما حدا دخله غير رب العالمين. قصدك مشان الأولاد؟ مو شي بجنن يا شهد، 7 سنين صار لي متجوز وما يجيني ولد. ولهيك زعلان حبيبي؟ يعني مو شي بزعل. ايه انت جاي بالزعل لحالك. شلون جاي بالزعل لحالي؟ قلت لك خلينا نتجوز وانت ما رضيت. شهد هذا الموضوع حكينا فيه ونهينا. انا بدي فرحك بولد، والله العظيم ما بدي منك شي غير اني اشوفك مبسوط وفرحان وعندك ولد. هاي شهد. اهلين ميساء، تفضلي. ميرسي. شو بتحبي نساوي شعرك اليوم؟ مثل العادة تسريحة. ليش وين بدك تسهري؟ عندي عيد ميلاد رفيقتي. ايه بتمنى لك احسن عيد ميلاد. ميرسي شهودة. يعني بدك تقنعيني انه سوزان ما بيطلع لها من شغلها بالصالون براني؟ منين بتيجي هالبرانية يا ابن الحلال منين؟ من زباين الصالون. منين يعني؟ لأنه شغلتها فيها كتير براني. دخلك على شو بده يجي هالبراني؟ على هي زوقتها شوي
وهي اهتمت فيها أكتر شوي، وهي حطت لها عطر أكتر من هديك بشوي. لك شغلة الصالون فيها براني كتير يا فدوى. والله أنا ما بفهم بهيك شغلات. سأليني أنا عليها، لأنه أنا بعرف قديش كان يطلع براني من المطعم يلي كنت اشتغل فيه قبل ما يشمعوه بالشمع الأحمر. صحيح معين؟ ما قلت لي ليش سكروا المطعم تبعكم الشمع الأحمر؟ من وساخة الطباخ يلي الله لا يوفقه ولا يوفق اللي جابه ولا يوفق يلي كان سبب قعدتي بهالبيت. إذا كان روح دور لك على مطعم تاني اشتغل فيه أحسن من قعدتك بالبيت. ليش أنا فرحان أقعد بخلقتك؟ فرحان؟ لا والله مالي فرحان، ولا فرحان آخذ مصاري من بنتك. إذا كان روح رجوت دور على شغل أحسن منك قاعد بوشي. عم دور على شغل وموعود اشتغل بمطعم، وإن شاء الله يصح لي إنه اشتغل فيه، ولا هالقعدة بخلقتك. إيه إن شاء الله تشتغل، بنرتاح نحن الاثنين. يا رب يا رب يا رب. هلا ماما بتحبها لغادة لأنه بتعامل بنت أختي كأنه بنتها. هلا بجوز هي بتعاملها هيك لأنه ما جابت أولاد. لا أنا ما فكرت مثل ما عم تفكري. بلا حبيبي، هي لأنه ما جابت أولاد فحابة تعوض هذا الإحساس بالنقص ببنت أختك. يعني قولتك هلا إنه إذا جابت ولد خلاص ما عاد تحبها لبنت أختي؟ أكيد لا. وأنت شو اللي مأكد لك؟ لأنه حبيبي أنا كمان إذا إجاني ولد رح أحبه أكتر من كل الناس. عن جد؟ إيه حبيبي، رح أحبه أكتر منك كمان. ايوه، انتو النسوان ليش عنكن انه الولد اغلى من ابوه؟ حبيبي لأنه غالي. هيك لكان. ايه؟ تكرمي. حبيبي لا تزعل مني، أنا والله عم قلك هيك مشان ما تتفاجأ بعدين وقت بقول لك إنه أنا ما بحبك قد ما بحب ابننا بالمستقبل. بتعرفي شغلة؟ عم تذكريني بأمي. ليش بقى؟ يوم اللي تخانقت أنا وأبي وسلخني كف. ليش ضربك كف؟ يوميتها لقطني عم دخن. بتستاهلوا بالكف. بعدي عني بعدي عني. حبيبي شو أنا عم بمزح. خلص بعدي عني. أي يلا قوم الحقني. لوين؟ على غرفة النوم. يا أخي المخلوقة عندها طريقة بالإقناع لا توصل. بجد قنعت. ما حق. ليش أنا مالي عرفان ليش عم بتقردفني شهد من الصالون؟ بعرف مشان يفضل الجو مع وسام. بعرفها عم ترسم عليه وما أحلاني وخليها تتجوزه. أنا بورجيها. لا اوعك تقولي شي لغادة إلا من بعد ما تاخدي منها مصاري. لكن شو وما أحلاني وانقلها كل شي كلام عم بيصير وببلاش. ما أنا رح آخد منها مصاري وبدي أخرب بيتها لهي الشهد مع وسام مشان أنا أسلم الصالون لحالي. يبعت لحمة ما عم بتعلمني الشغل منيح مشان يقلعني وسام من عنده.
مسكينة غادة. اي والله معها حق تزعل على حالها. ما أكون أنا محلها لطق من القهر. كل شي يصير معي ولا إني ما أجيب ولد. اي والله بموت إذا ما جبت ولد. يعني أنا ما تجوزت إلا لأني بحب الولاد الصغار. إن شاء الله رح أجيب لك أحلى ولد يا عمري. يلا على المدرسة، وبتنتبهي وانت عم تقطعي الشارع، بتطلعي يمين ويسار. ماشي. يلا أنا حاجزة دروسي ها، لا تخافي علي. باي. وبشني الشاطر. صايرة قوية هالريم. تقبر قلبي شو عم تتحلى. شوي تاني بتصير صبية. أنا قايمة أعمل لك القهوة. لا، انت قاعدي. اليوم بدي اشرب القهوة من ايد عروستنا الحلوة. ايه على راسي مرت عمي. وبتعرفي شلون تشرب مرت عمو القهوة؟ بلا سكر مو؟ لا، حلوة مع سكرين. ايه على عيني. إن شاء الله تعرف تساوي لك القهوة. لك يا بنتي مو مهم تساوي القهوة، المهم تتعلم. بعدين انت الله يرضى عليكي لا بقى تفوتي بكره على المطبخ وتطبخي، خليها هي تتعلم تطبخ لحتى نعرف الاكل كيف بيطلع من بين ايديها. والله شكلها ما بتعرف تطبخ. تتعلم تقبريني، بتتعلم. وائل، ايه شو رايك ابعت لك سوزان تشتغل عندك بالمحل؟ بتعرف بيع البنت غير بيع الرجال. شيء شو فهمها بشغل الورد اخي؟ بتعلمها انت يا اخي، بتعلمها. وهي ليه ما بدها تشتغل عندها؟ صار لها عم تشتغل عندي سنة ونص، ما كانت تتعلم شغلة الحلاقة. وشو بتشغلها لك ها؟ عم شغلها شغلات صغيرة، يعني بترتب المكياجات، بتساوي قهوة إلي وللزباين، بتنظف الصالون، يعني بدك تقول حويصة. ايه؟ ليش لا؟ اخي بنشغلها، بس ليك انا ما بدفع لها مثل ما انت بتدفع، انت زلمه ايدك فاروطيه. لا تخاف، من الناحية لا تخاف، مثل ما عم حاسبها أنا أنت حاسبها. ايه وانت قد عم تحاسبها؟ أنا بعطيها كل أسبوع 3000 ليرة. ايه؟ 3000 ليرة ممتاز، كثير منيح. وكل كم يوم بعطيها إكرامية 1000 ليرة. ليش الإكرامية أخي؟ يعني ليش الإكرامية؟ ما لها طعمة. أخي رح دق لها خليها تجي لعندك. سيدي حاكيها. هو قال بده يعني اشتغل عنده؟ بس أنا مرتاحة عندك بالصالون. لا بدي اشتغل كيف لكان. طيب. وائل، ايه هلا جاي سوزان لعندك، ومثل ما عم قل لك بدي اياها تستقر عندك بالمحل، وقد ما فيك علمها. ايه تكرم، يعني بس شو بدي أعلمها؟ بدك علمها شغل الورد، شو بدك تعلمها؟ طيب ماشي تكرم، بس يعني أنت ليش هيك بدك القصة كثير مصر عليها يعني؟ لك يا وائل، البنت درويشة وأهلها درويش، وعم تشتغل وتساعد أبوها بمصروف البيت، من شان هيك بدي شغلها عندك، ما بدي أقطع برزقها. تكرم. إيه حبيب؟ ايه أعطينا كم وردة هيك على ذوقك صغار حلوين يكونوا. وأنت ليش بدك الورد؟ جاييني شلة بنات على الصالون بدي زيلهم شعراتهم فيها. ايوه ايه تكرم، ليك بس لا تزعل مني ها، يعني لسه البضاعة جديدة وما طلعنا حقها، يعني كل وحدة بسعرها. يا زلمة بدك تضل جربان وبخيل أنت، رح أعطيك حقه، رح أعطيك حقه مثلي مثل الزباين. ايه اتكل على الله. قول أخي لما بجي لعندك على المحل لحتى أحلي خذ مني مصاري. إيه حلي عني. حلال. من سنة وأنا عم قلك تعالي أعلمك الشغل وأنت طايش حجر راسك وما بدك تتعلمي. والله بدي اتعلم يا شهد. لا تكذبي سوزان، لو بدك تتعلمي كنتي وقفتي معي وأنا عم بشتغل بشعر الزباين، بس يا من تراكي ماسكة الموبايل وعم تحكي معي اللي ببالك منه. والله بده يخطبني يا شهد. ما دخلني فيكي وفيه، يلا روحي لعند وائل اشتغلي عنده، أحسن ما تقعدي من غير شغل. بعدين وسام من زمان بده يمشيكي من المحل وأنا عم قله حرام طول بالك عليها، يمكن تتعلم المصلحة. الله يوفقك الله يوفقك، احكي معه مشان ضل معك. هو ما بده ياكي بالمحل، بعدين شو بها شغلة الورد؟ حلوة ونظيفة مثل شغلتنا.
بعدين بكرة بس تتعلميها رح تحبيها يا سوزان. والله يا شهد أنا زعلانة لأني رح فارقك، ما بدي أبعد عنك. إيه لا تخافي، رح أجي وأعمل لك زيارة بالمحل، ويا ستي كمان رح روح على البيت وأعمل لك زيارة. مبسوطة هيك؟ إيه منيح. يلا روحي لعند وائل. طيب ماشي، يلا بخاطرك. مع السلامة. الحمد لله اللي خلصت منها، والله ما عم باخذ راحتي مع وسام من لما اشتغلت عنا. اسمعي يا بنتي، اللي بتقول عليه غادة لازم يصير، لأنه أنا ما برفض لا طلب، لا إن كان كبير ولا إن كان صغير. بس مرت عمو أنا ما قلت لا. حتى بالأكل بدك تسأليها شو بدها تاكل، وإذا مو عاجبك تصطفلي، خدي جوزك وروحي على المطعم كلي. أنتي أكيد عم تمزحي مرت عمو معي مو هيك؟ لا حبيبتي، أنا ما عم بمزح معك، لأنه أنا ما بحب المزح، واللي سمعتيه بدك تساويه، لا تخليني أزعل منك. حاضر مرت عمي، بأمرك أنا ما رح خليكي تزعلي مني. الله يرضى عليكي، أنا والله مو قصدي شي، أنا ما بدي إياكم تتخانقوا على الفاضي. بعدين أنت بتعرفي إنه أنا بحبها كتير وما بحب حدا يزعلها، حتى وإن كان جوزها وسام بذاته. حاضر مرت عمي، أنا عن إذنك هلأ. شو مرت عمو، فهمت عليكي؟ بدها تفهم حبيبة قلبي، بدها تفهم مو على كيفها. لك تقبري قلبي، رح أعمل لك أحلى فنجان قهوة. تقبري قلبي، يلا. صغريها شوي. إذا صغرتها بتصير للسلطة، وقت بتصغريها بتكون للطبخ. بس تخلصي طاقتين عديلي لحتى طبق الطبخ. مو على عيني. يلا شو بدي احكي معها لأم العقد هي؟ هي وحدة مسكينة ما عندها ولد، ما رح زعلها من أول سكنتي بالبيت. شوفي عيني، فتحي معي الله يخليكي، هاد الورد الدبلان والمكسور ما بنكبه. بس يمكن ينشف. فهميه ما بينشاف، هذا من مرقه بوكيات العرس، يعني بنحطه بقلب البوكيه هيك شلون ما كان، من ورا من قدام بنظبط اموره. فهماني؟ فهمانة حبيبتي، إذا بدنا نكب هذا الورد بنروح بنقعد ببيتنا، بنسكر هذا المحل وبنروح بنقعد ببيتنا. لا، شو تسكروا ما تسكروا ما رح كبشي، حتى لو الورد المنتوف ريشة رح حطها. برافو عليك، هيك صرتي تعجبيني. يا عين عليك. هلا أنا في إبريق شاي عامله الصبح، فوتي سخنيه، اوعي تعملي واحد جديد. حاضر. يلا ببين معي إذا جديد. ها انت احلى رجال بكل العالم. هي سوزان راحت من عندك وصفيتي لحالك يا شهد. وانا ما بدي حدا يشتغل معي بعد هلا، ولا تفكر تجيب شغيل بنوب. ها أنا ما رح أجيب حدا شهد، بس ممكن أعرف ليش ما بدك إياها تشتغل معك بالصالون، لا هي ولا غيرها؟ حبيبي خايفة عليك منهم. خايفة عليه ولا غيرانة عليه؟ أكتر من غيري، وخايفة منك إنك تعمل علاقة مع شي وحدة من غير ما أنا أحس. شهد، أنت بتعرفيني قديش أنا مخلص لمرتي، ولا بحياتي فكرت إني خونها. وأنت ما عم بتخونها معي حبيبي؟ علاقتي معك بتسميها خيانة يعني يا شهد؟ طبعاً لا، مو خيانة، لأنه علاقتي فيك كتير نظيفة وما فيها أي غايات شخصية مني. شو الغايات الشخصية بقى؟ أنت بتعرف شو بدي منك، وماني طمعانة غير إني أخدك وبس.
بعدين اللي عم بتسويه لا حرام ولا غلط، ولا عم بتخون مرتك إذا تزوجتني. شهد، قلت لك انا ما بقدر اتزوجك. ليش شو بني ولا شو فيني عليه لحتى ما تتزوجني؟ ولا خايف على مشاعر مرتك؟ شهد، انا ما بدي منك شي غير انك تكون زوج إلي وبس. وانا ما بقدر خونها لغادة. بتحبها أكتر مني وأنا موافقة، وما رح أقول لك لا تحبها أكتر مني، بس وينه الولد؟ ليش لهلأ ما إجا؟ غادة ما فيها شي، ما فيها شي، ما فيها شي. وأنت تأكدت بنفسك من كل الفحوصات والتحاليل اللي عملتها؟ ايه تأكدت، لا انا فيني شي ولا غادة فيها شي، واللي عم يصير كله بإيد رب العالمين. أنت كم مرة رحت لعند الدكتور وعملت فحوصات؟ قلي. شي 10 مرات. وهي كم مرة راحت لعند الدكتور؟ 2 3. ورحت أنت وياها مع بعضكم ولا كل مين راح لحاله؟ لا، كل مين راح لحاله. وليش ما تاخدها بإيدك لعند الدكتور تبعك وتتأكد أنت بنفسك؟ شو قصدك شهد؟ يعني غادة عم تكذب علي؟ إيه، عم تكذب عليك. غادة ما بتكذب، ما بتكذب. لو ما عم تكذب عليك كانت جابت لك ولد من 7 سنين. قلت لك هي إرادة رب العالمين. طيب أنت جرب وخدها بإيدك لعند الدكتور وافحصها وتأكد بنفسك إذا بتجيب أولاد ولا لا. لساتك عم تشكي إنه عم تكذب علي، وأنا عم قل لك ما فيها شيء. طيب أنت شو خسران؟ روح أنت وياها واعملوا تحاليل. وسام، أنا بحبك وما بدي أخرب لك بيتك معها، وإذا بدك نتجوز بالسر أنا وياك وبتشوف حالك معي. إذا حبلت منك ساعتها هي كذابة، وإذا ما حبلت منك والله إنه رح أتركك من دون ما حدا يعرف، مشان ما تزعل مرتك منك وتنقلب عيشتك معها. لك بنتي، انت عامله شي ماله منيح لحتى قلعوكي من الصالون. يعني شو بدي اسوي بابا؟ شو بدي اسوي شي مو منيح؟ والله ما بعرف يعني شو بدك تساوي، بس مو معقولة تتركي الصالون يلي كله نظافة وقطافة وتروحي تشتغلي لي بمحل الورد يلي كله تراب ووسخ وما بعرف شو، وانت مو عاملة شي. كمان الشغل بمحل الورد شغلة نظيفة يا معين. ايه شغلة نظيفة، ما اختلفنا، بس شغلة لا فيها صنعة ولا معلمية ولا فيها مصاري كتير يا فدوى. لا بابا، وائل بده يعطيني نفس الإجرة اللي كنت آخذها من وسام بالصالون. نفس الإجرة كمان ما اختلفنا، بس يعني ما فيها مصاري براني كتير مثل شغلة الصالون. احكي هيك ولا مو هيك؟ ليش الكذب؟ هيك بابا هيك، بس يعني شو بدي أعمل؟ يمكن ما يطلع لي ولا ليرة براني، بس خلص يعني شو ساوي؟ شفتي انه بنتك كان يطلع لها براني من شغلة الصالون يا فدوى؟ والله هلا حتى عرفت انه كان عم يطلع لها براني، ما كان عندي خبر. طيب شو رح بتساوي هلا لك ابيها؟ قولي لي شو رح بتساوي؟ شو بدي ساوي بابا؟ يعني شو بدي ساوي؟ بابا انت لازم ترجعي على الصالون شلون ما كان، والا المصاري اللي عم تعطيني اياهم ما رح يكفونا منوبها، ما رح يكفونا منوب. رح حاول بابا ارجع على الصالون، رح حاول. لك يا بنتي، ايه الله يرضى عليكي، ايه يعني انت بتعرفي المعيشة غالية كتير، والله ما عم لحق دفع مصاري. تصبحوا على خير. وانتي بخير يا امي. حبيبي في مجال تجيبوا خدامة للبيت؟ أول شيء وطي صوتك. ثاني شيء اللي بدها تقوله أمي بده يتنفذ وبالحرف وانت مساكن. وانا ما حكيت شيء، بس شو دخل مرت اخوك غاده لحتى تدخل فيني؟ ما بقى غير تقلي لا تحاكي لجوزك. حبيبتي عيني انت سايرية، انت بتعرفي وضعها مع جوزها. وانا شو دخلني بوضعها؟ انا قلت لها لا تحبلي ولا تجيبي اولاد. امنت بالله العظيم انت ما دخلك. لكن خليها تبعد عني. ها انا اساسا ما سايرتها لامك اليوم الا مشان ما تزعل مني. وانا هيك بدي اياكي، برافو عليكي. بس كمان لازم تعرف حبيبي، انا مالي مقطوعه من شجره مثلها، انا عندي اهل، بس يضيق خلقي بسافر لعندهم. ها عم تحكي جدنا هيك؟ ايه مثل ما سمعت حبيبي، لازم توقفها عند حدها، لانه انا مالي خدامه لحدا بهذا البيت. طولي بالك علي شوي. لا حبيبي ما بدي طول بالي ولا بدي هدي، لازم تعرف حالها هي مين وانا مين، وكل وحده تعرف واجباتها لجوزها. طيب يا ستي، هلا بروح وبحكي مع اخي مشان يحكي مع مرته تكف بلاها عنك، منيح هيك؟ قبل ما تحاكي اخوك روح حاكي امك،
إلا تكون عادلة بين كناينها، يعني مو معقول تبدي وحدة على وحدة بس لأنه بتحبها. طيب يا ستي تكرمي، هلا بحكي مع أمي غيره. حبيبي أنا والله ما بكرهها لغادة، وعذرتها إنه عندها مشكلة صعبة، بس كل شيء له حدود، وأنا مالي حابة أتركك بعد فترة بسيطة مشان شغلة ما لها طعمة ممكن تكبر وتصير ما لها حل. خلص تكرمي، إن لك شغلتك محلولة وما حتطلعي إلا مبسوطة. سامحني حبيبي لأني توترت عليك، وأنت مالك دخل بكل شيء عم يصير. حبيبتي أنت مالك علاقة بأي مشكلة بتصير بهذا البيت. بحبك وائل، والله بحبك. لك وأنا بموت عليكي كمان. بيبي حبيبي أنت، قوم شوف هلا أمك هلا. هلا؟ أي هلا. أنت أكيد صار لي مخك شي يا بنت. لك بدي أخلص من هالقصة بقى، مليت. ما بدي. هيك هلا؟ بتزعلنا هوتك حبيبتك؟ ما بدي. طب ليش؟ بقوم بشرط واحد. شو؟ تعطيني بوسة. مو هلا. إيه ما تنهيني القصة. ما حنية غير آخذ بوسة. ما في. بدي بوسة. هيك هلا؟ أنا حنام. لك قوم بقى. اعطيني بوسة. ما في لترجع. أكيد؟ إيه. وعد؟ إيه. أكيد؟ تنهي القصة؟ بنهي القصة. يلا. شغل لك موفي؟ رجعت لي قلبي وائل، يلا بقى. انت قبل ما اروح لاتحمس. لترجع. أمية! 7 سنين مرت ومرت أخوك عم تخدم هالبيت وتخدمنا معه. كتير على مرتك إذا قامت عاونت مرت أخوك بشغل البيت. ماما مو هيك قصدي إنه مرت أخي لازم تشتغل بالبيت مثل مرتي. لا، مرتك هي اللي حتشتغل ومرت أخوك هي اللي حترتاح، وإذا مو عاجبة الله معك أنت وياها. عكرين بالبيت ماما؟ لا أنا ما عم قلعك، بس إلا لمرتك حاجة تحكش بعش الدبابير، حاجة تعمل مشاكل بين الأخ وأخوه، إلا تقص لسانك وتقول ما أنا عايشة، ما حدا بيؤمر وبينهي بهالبيت غيري أنا. طيب ماما عملك لا تزعلي. لك ما بيصير هيك، ما بيصير، كل مشكلة تنزل بإذن الرجال بكرة بيخرب البيت وما حدا بيحس عليه. طيب مزبوط كلامك. وبدها تسمع الكلمة وبدها تشتغل أكثر من مرت أخوك، مفهوم؟ أمري. شو هاد يا؟ يلا تصبح على خير. وأنت من أهله. يعني أنا ما استفدت شيء من كل شيء حكيت لك يا. أنا ما قلت لك إنه أمي معها حق؟ وبشو معها حق بقى؟ يا حبيبتي بتعرفي هلا شو قالت لي؟ شو؟ قالت لي بتتذكر لما كنت عزابي؟ كانت غادة شايلة شيل البيت كلياته فوق راسها، تنظف وتمسح وتكنس وتطبخ ومن تمساكت. طب أنا آسفة حبيبي، يعني أنا ما توقعت إنه غادة هيك كانت قبل، ما كان لازم أقول لك تروح لعند أمك. انسي ما صار شي ولا تأسفي، ما في داعي للأسف، خلينا ننام. ماشي يا عمي، تصبح على خير. وانتي من أهله. أنا ما فيني شي وسام. وأنا ما فيني شي غادة. طيب بما أنك أنت ما فيك شي وأنا متأكدة إنه أنا ما فيني شي، شو لزومها هالتحاليل اللي عم نعملها كل فترة؟ بركي يعني بلكي شو؟ بركي طلعت أنا ما بجيب أولاد غادة. شو يعني ما بتجيب ولاد؟ فهمني. يعني بركي المخبر مخربط معي وعاطيني تحاليل حدا تاني ولزقوني إياها إلي على أساس أنا بجيب أولاد. يا سيدي، ولا نقول هالدكتور مخربط، بخربط مرة واحدة
ما بيخربط 10 مرات. حبيبي انت رايح جاي عم تعمل تحاليل. يعني شو هلا هذا؟ يعني انا ما رح روح ساوي تحاليل جديدة. انا بعرف حالي، انا ما فيني شي حبيبي. طيب خلص ما راح اخذك معي، انا رايح لحالي لعند الدكتور. لا تروح حبيبي، الله يوفقك. لا بدي روح، بركي انا اللي ما بجيب اولاد غاده، ما بدي اظلمك معي وتعيشي بدون اولاد. يعني اذا طلعت ما بتجيب اولاد شو رح تساوي معي؟ رح خيرك، يا بتعيشي معي على اساس ما في اولاد يا اما رح طلقك. شو تطلقني؟ انا بموت بدونك، ما بقدر اعيش بدونك. غاده انا ما بدي اياك تعيشي بدون اولاد. انا رضيانة اعيش بلا اولاد، بس ببوس ايدك لا تتركني. انا ما بقدر اعيش بدونك، ما بقدر اعيش ولا ثانية بدونك. سبقيني على السيارة لا طفي والحقك، هلا ماما بكون شغل بالها علينا. اوكي حبيبي. لا وائل ما في منه يقبر قلبي. اي انا مبسوطة معه كثير. لا ماما شو بدي اجي هلا، لسه بكير. كي ما صار لي غير كم يوم متجوزة. يا ماما هلا ما رح اجي، اذا قررت اجي فاكيد راحت للصيف. لا ماما لسه ما صار شي من يلي انتي عم تفكري فيه. لسه ما صار شي من اللي عم تفكري فيه ماما. لسه ما اجا اول الشهر لحتى اعرف اذا انا حامل او لا. طبعا بدي ولد وبدي صبي كمان، بتعرفيني انا قديش بحب الصبيان. ايه ماما طبعا، بس صار معي شي اكيد فورا رح خبرك. عملت لك احلى فنجان قهوه حبيبي. يسلموا ايديكي. ايه حبيبي شو صار معك؟ ما رضيت تروح تعمل فحوصات تحاليل جديدة. معناها مرتك كذابه. كذابة؟ ايه كذابه. وحده تانية بتقلك خلينا نعمل 1000 تحليل وما بتسمح لنفسها انك تشك فيها للحظه. غادة ما بتكذب علي يا شهد، ما بتكذب. ما بعرف ليش قلبي حاسسني انها هي عم تكذب عليك وانها هي ما بتجيب اولاد. يا شهد أنا شفت التحاليل والفحوصات كلها وكلها بتقول إنه غادة ما فيها شيء. غادة كذابة كذابة كذابة. لك آخ. طيب أنت ليش ما بتطوعني وتخلينا نتجوز بالسر؟ مو أنت بتحبني وأنا بحبك؟ وصل لي 5 سنين ناطرة موافقتك وأنت ما بدك تزعلها لمرتك؟ إيه ما بدي زعلها. يعني أنت تزعل معلش حبيبي؟ شهد خليني أصبر عليها كم شهر، بركي بصير حمل إن شاء الله. وإذا حبلت لحالها يعني أنا شو رح بيكون مصيري معك؟ ما بعرف شو بدي أقول لك، ما بعرف. لا لازم أعرف شو بدك تساوي فيني من بعد كل هالسنين يلي ناطرتك على أمل نتجوز أنا وياك. شهد هلا اتركي كل شيء على حاله، ومثل ما قلت لك أنا رح أصبر عليها كم شهر، وإذا حبلت رح أعمل شغلة أنت بترتاحي وأنا برتاح. يعطيك العافية حبيبي. تعي لهون. خير شو في؟ تعي لهون. لك امي شو في غليت لي قلبي. عجبك شو عاملة؟ شو عاملة انا؟ هلا دق لي الدكتور قال لي انه حبلة. لا شي الحمد لله يا رب، الحمد لله، ألف مبروك. الله يبارك فيك يا رب. ماما اتصلي لوسام خبري. انت خبره.
ماما من تمك تطلع احلى. لك تقبرني على هالخبريه، تقبرني على هالخبريه الحلوه. بعيد الشر عن قلبك، لك شو بدك تحكي عني؟ والله لما دق لي الدكتور هيك قلبي صار يوقف ويدق يدق 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 هيك، لك حتصير حي لحمود لحقوها رح انجلط. والله احلى خبريه شفتها بحياتي كلها وسمعتها. تعوا هاتوا بوسه. تقبريني تقبروني يا حق الشرع. الف مبروك. يلا ها رح خبرها. لك والله ايدي عم ترجف. الو الو، لك عندي إلك خبريه بتجنن. مرت اخوك حامل. لك ايه حامل؟ معقول جيب الصبي؟ يا الله ماني مصدقة. يا رب يا رب تكمل معي على خير يا رب. شو بدها منك امك وسام؟ عم تخبرني انه مرت اخي حامل. حامل؟ ناهد حامل؟ تعبت شوي، اجى اخي اخذها على الدكتور وقال له مبروك حامل. ايه مبروك على الولد يلي جاي لاخوك. لا اخي شفتي يا مرت عمي؟ كلمة مبروك ما رضيت تقول لي اياها. والله انا بحبها لغادة وما برد لها الا كل خير. ليش هيك عم تعاملني ما بعرف؟ لو اني عدوتها مو هيك. لا تزعلي تقبريني، هي مسكينه وناطف قلبها على شقفة ولد. خلص بقى. انا مالي زعلانة مرت عمي، انا فرحانة بهالولد اللي بده يجي قد الدنيا كلها. لازم تضلي دائما فرحانه، وهلا لازم اشوفها ليش هي زعلانه. ايه ماشي مرت عمي، لكن انا رح اروح على غرفتي. يلا حبيبتي ديري بالك على حالك. ان شاء الله. يا غادة، يا غادة، تعي حبيبتي تعي. تقبري قلبي، ليش انتي زعلانة؟ بدي ولد يا مرت عمو، أنا كمان بدي ولد. لا تزعلي حبيبتي لا تزعلي، إلا الله ما يبعث لك ولد. معقول ما حد حاسس فيني لك مرت عمو؟ أنا حاسة فيكي بس اصبري يا بنتي اصبري. إمتى بده يجي لك مرت عمو؟ إمتى بده يجي؟ بكرة بيجي الولد وبتفرحي فيه ونحن منبارك لك، بس انتي طولي بالك. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله. صدقني فرحان لك من كل قلبي، ان شاء الله الف مبروك يا رب. الله يبارك بعمرك يا اخي، وان شاء الله هيك عبال ما نشوف على ايدك ولد. ان شاء الله يا رب. إن شاء الله. ألف ألف مبروك يا أستاذ وائل، وعقبال عندك أستاذ وسام. ان شاء الله، وعقبال عندك كمان يا سوزان.
أنا لسه ما اتجوزت. ان شاء الله تتجوزي وبنفرح فيكي وبنشوف على ايدك توم اولاد. إن شاء الله يا رب. يلا بالإذن. هلا هي القهوة حلوان الولد، شلون لا معه؟ لا ما حذرت منه، حلوان الولد بدنا حفله مطنطنه. شو حفلة طنطنة؟ وكل الله يا أخي، لسه ما جا الولد، يعني ليطلعوا أسنانه على الأقل بنعمل لكم كراوية وهي القصص. ليطلعوا اسنانه بدنا نستنى. عم قول وين عم تروح مصاريك؟ شو هالحب يلي بحبها يا لغادة، ويلي مخليه صابر عليها وحارم حاله من الولد. بلكي مثل ما عم بيقول هي ما فيها شي، وهو يلي عم يكذب عليها وعلي، وعم بيقول أنا بقدر جيب أولاد وما فيني شي. إيه ليش لا؟ يمكن هو يلي ما بيجيب أولاد ولهيك رافض يتجوزني، ولو كان بالسر مشان ما ينكشف. شايفك ساكتة أبي؟ على شو ساكتة أبي؟ يعني صار لك فترة عم تشتغلي بمحل الورد، ما طلبتي ترجعي لصالون الحلاقة؟ أنا ما عاد بدي أشتغل بمحل حلاقة بابا. وليش بقى؟ لأني تعودت على محل الورد ومبسوطة. لا والله كتير فرحتيني على هاي الخبرية. إيه بابا، أنا حبيت محل الورد وتعودت عليه كمان. هيك لكان؟ إيه بابا، بعدين أنا ما قلت لك إنه الشغل بمحل الورد طلع أحلى من شغل الحلاقة؟ لا والله ما خبرتيني. إيه طلع أحسن بكتير من شغل الصالون، وعم يطلع لي مصاري براني كتير بابا. صحيح بابا؟ إيه بابا إيه. ايه بس عليك عم تحكي، خليكي بمحل الورد، يضرب شغل الصالون من أوله لآخره. ماشي بابا ماشي. بتعرفي ناهد؟ شو حبيبي؟ ماني مصدق امتى تقومي بالسلامة وتولدي هالصبي. ناخد المصاري وبفتح شركة ورد كبيرة كتير وبستورد فيها وردة، بصير الموزع الوحيد بالبلد كلياتها للورد. إن شاء الله بإذن الله حبيبي رح تاخد كل المصاري. يا رب. بس انتي شهش لي بس لنعرف شو معك. إن شاء الله حبيبي صبي بإذن الله. يا رب. يلا هي كم شهر؟ قد ايه بدك كم شهر؟ شهر واحد ما؟ شهر واحد ويبين معنا، وبإذن الله رح اشتري لك أحلى بيت بالشام كلياتها، ونطلع من هون البيت ونسكن لحالنا. إن شاء الله يا رب يا عمري بإذن الله يا رب. يا رب. قومي تعملي نسكافيه. يلا أما عن جد هالوائل بخيل وكحتة،
صحيح أنا ما استرجيت أحكي هالحكي قدام بابا مشان ما يزعلي بشي شغلة بهدلة، بس يلا شو أعمل؟ بلكي إن شاء الله بتصير شي مشكلة كبيرة بيناتن وبيقلعوا، وبرجع أنا على الصالون معززة ومكرمة إن شاء الله يا رب. شو عم تقول وسام؟ غادة، أنا ما بدي شي من مال أمي، والله ما بدي شي من مالها، أنا بس بدي ولد، ولد بس يا غادة. وأنا شو دخلني لتحاكيني هيك؟ كأنك عم تتهمني إنه أنا ما بجيب أولاد؟ أنا ما عم بتهمك يا غادة، ما عم بتهمك. لا شكلك عم تتهمني. ولنفرض عم بتهمك، أنت ليش مو راضيانة تروحي معي لعند الدكتور ونعمل تحاليل من أول وجديد؟ لأنه صرنا عاملين تحاليل 1000 مرة ونفس النتيجة عم تطلع، أنا وياك ما فينا شي. يعني أنت مصرة ما تروحي معي؟ أي مصرة ما رح روح، وروح اعمل تحاليل لحالك.